السلام عليكم. ناس كتير عايزه تعرف سر محلات الكشري ازاي بيعملوا بصل ناشف ومقرمش وكريسبي ومش شارب ولا نقطه زيت. في الحقيقه هو ما فيش سر ولا حاجه، وانا ما كنتش عايزه انزل فيديو، يعني الموضوع بسيط جدا، بس الطلب مني ان انا انزل بالطريقه، وانا طلباتكم بالنسبه لي اوامر. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف هنعمل ايه. دي كميه البصل اللي انا هعملها. شوفوا بقى القطعه دي في الكبه اللي هي ارق حاجه اللي احنا بنعمل فيها البطاطس الشيبسي، تمام؟ هتستخدميها لانها بتقطع البصل رفيع جدا. لو ما عندكيش، طبعا معظمنا عنده مكنه الشيبسي اللي احنا بنعمل فيها الشيبسي، دي موجوده في كل بيت، هتعملي بيها، بتطلع البصل رقيق جدا. وهنا بقى الفكره، بس لا في سر ولا بنحط دقيق ولا بنحط نشا ولا اي حاجه، كل الفكره ان البصل يكون رفيع جدا جدا. هيبقى بقى عندك حله كده فيها شويه زيت حلوين على النار، هتنزلي بالبصل بتاعك. طب لو ما عندكيش لا الكبه ولا مكنه الشيبسي، تقطعيه بالسكينه رفيع جدا بالسمك اللي انت شايفاه ده. بس كده، لا في سر ولا بنحط له دقيق ولا بنحط له نشا ولا كل الافتكاسات اللي انتوا بتشوفوها على النت دي، والنتيجه مبهره. بصل ناشف ومقرمش وكريسبي، ولو فضل قاعد حتى كمان معاكي كام يوم، انت ممكن تحطيه في علبه في التلاجة، هيفضل ناشف معاكي، ما بيطراش ولا اي حاجه. يا رب يكون الطريقه عجبتكم وافادتكم. لو عجبتكم الطريقه شيروها مع اصحابكم، وشكرا.